غيروا سن الحضانة في القانون بقى 15 سنة، وقالوا للولد والبنت، وفي حاجة تانية اتنشرت في اليوم السابع قالوا لا البنت حتى تتزوج. ماشي، النقطة دي عملت خلاف يعني. بس في حاجة تانية اتغيرت، أنا قلتها طبعا في فيديو، قلت إن الحضانة بقت للأب بعد الأم. بعد ما كان ترتيب الأب ال16، النهاردة بقى ترتيبه التاني بعد الأم. بس في نقطة قبل ما أقولها هقول لكم الستات عملت إيه. الستات دخلت برضو لما قلت ان حضانة البنت حتى تتزوج معناها ان التمكين بقى حتى تتزوج البنت. الستات دخلوا شتموا شتيمة من اللي قلبك يحبها. ماشي، لما قلت ان الاب بقى التاني في الحضانة برضو دخلوا يشتموا. لا اله الا الله، انتوا بتشتموني انا؟ ماشي مش مشكلة. طب دلوقتي في نقطة بقى تانية اتقالت في القانون، دي مخلية الرجالة متضايقة جدا، تمام؟ ولو اتعملت بجد هتبقى مشكلة كبيرة. الأب رقم 2 في الحضانة، أيوة، بس ده لو مش متزوج. أفندم، يعني إيه؟ يعني الحضانة تسقط عن الأم في حالة زواجها، جميل، وتسقط عن الأب في حالة زواج. أفندم، اللي هو إزاي يا فندم؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ هي تسقط عن الأم في حالة الزواج، أيوة فعلا، يعني مش هينفع بنتي أو بنت واحد تاني تتربى مع أب مش أبوها، تربى مع راجل تاني. وكلنا شفنا المهازل اللي كانت بتحصل من زوج الأم ناحية البنت، تمام؟ فعشان كده تسقط الحضانة عن الأم في حالة زواجها، ماشي، لكن عن الأب في حالة زواجه ربنا سبحانه وتعالى شرع للرجل الزواج مثنى وثلاثة ورباع. معنى كده إن الراجل له الحق إنه يبقى على ذمته 6 و2 و3 و4، ومن دي أطفال ومن دي أطفال، وكلهم في قوامته. لكن حضرتك تقولي لو متزوج ما ياخدش عياله؟ اللي هو ازاي؟ اللي هو ازاي يا فندم؟ اللي هو ازاي يا فندم؟ اللي هو ازاي يا فندم؟ ده طب ده ينفع؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ شرع مين ده؟ واحنا ليه بعيد عن الشرع؟ وبعدين هو الازهر وافق على الكلام ده ولا لسه الكلام ده ما راحش للازهر ولا ايه الحكايه؟ لو الازهر وافق على الكلام ده تبقى كوارث، بجد تبقى كوارث. الازهر كده يبقى في حته تانية.